ضابط فاسد بيتورط إنه لازم ينقذ ابن رجل أعمال كبير وإلا هيتحط في مشكلة، بس المشكلة إن الولد ده بيبقى عمل جرايم كتيرة جدا، لكن برضه بيحاول الضابط ده يساعده. ووسط اللي بيحصل ده بيتصادم الضابط مع أصحابه القدام وبيحاولوا يقتلوه هو وابن رجل الأعمال، وبتطارده بقى الأعمال القذرة اللي هو عملها زمان، وللأسف حياته بتتقلب عليه. إيه اللي هيحصل بقى؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، فيلا بينا. فيلمنا بيبدأ مع عصابة مكونة من 4 أشخاص، وهما ميا وتشارلي وواز وبنت اسمها جوني، وبيكونوا راكبين شاحنة سارقينها، وبتكون ميا سايقة الشاحنة وحبيبها تشارلي راكب جنبها. أما بقى صندوق الشاحنة فكان راكب فيه ويز وجوني، وبتبقى الشرطة بتطاردهم. وللعلم ضباط الشرطة اللي بيطاردوهم هما كمان 4 أشخاص، وهما فينيس وجيك وهايز وكورتينيز، وبيفضلوا ال4 يطاردوا الشاحنة وبيبدأوا يضربوا عليهم نار، لكنهم برضو مش بيقدروا يوقفوهم. وبتكمل ميا طريقها بكل سرعة وجنون لحد ما بتوصل للطريق السريع، بس بيقدر كورتينيز وجيك إنهم يوصلوا لهم بالعربية وبيقربوا منهم جدا. وبتبقى ويز وجوني اللي كانوا في صندوق الشاحنة عاوزين يتخلصوا منهم، فبالتالي بيجيبوا غسالة كانت موجودة في الشاحنة وبيحدفوها على عربية كورتينيز، وطبعا بينحرفوا عن الطريق وبتكمل ميا واللي معاها طريقهم. بعد كده بيوصل للمكان فينيس وهايز، فبيكتشفوا إن جيك سليم ومفهوش أي حاجة، لكن كورتينيز فكان بيحتضر، فبسرعة بيطلبوا الإسعاف علشان يلحقوه، وقدام هنعرف حصل إيه لكورتينيز. وبنرجع لميا واللي في الوقت ده بتوصل بالشاحنة لمقر عصابة صينية بتاعت شخص كده اسمه تشاوي، وبنعرف إن تشاوي ده خطير جدا، والمفروض إن ميا عليها دين ليه، عشان كده هم سرقوا شاحنة الغسالات دي واللي كانت أصلا فيها مخدرات، والمفروض إنهم هيدوا المخدرات دي لتشاوي علشان يسددوا الدين ده والمشكلة اللي بينهم تتحل. وأثناء ما هما بيتكلموا مع بعض بيشوفوا إن مساعد تشاوي اللي اسمه تشينج كان واقف قدام مقر العصابة، فبتروح له ميا وتشارلي وبيسيبوا جوني وايز في العربية، بياخدوا معاهم شنطة المخدرات، وتشينج بدوره بياخدهم وبيدخلهم عند تشاوي وبيقعدوا يتكلموا معاه، وبيسيبهم تشينج وبيخرج يقف من جديد قدام المقر. ولحد هنا كل حاجة كانت ماشية تمام، بس المفاجأة بقى إن في حاليا عربية بتقف قدام المقر وبيكون راكب فيها 3 أشخاص لابسين أقنعة الهوكي، وواحد من ال3 دول بيبعت لتشينج رسالة بيقول له فيها يمشي من المكان حالا. وبنعرف هنا إنهم جايين يخلصوا على تشوي بالاتفاق مع تشينج، وعلشان كده طلبوا منه يمشي. وفعلا بيمشي تشينج من المكان، وفي الأثناء دي بتشوف جوني ويز اللي بيحصل، وبنكتشف إن ويز شخص نادل جدا لأنه بيطلب من جوني إنهم يهربوا بسرعة ويسيبوا صحابهم، بس جوني بترفض الكلام ده وبتبعت لميا تحذرها إنهم لازم يهربوا. لكن للأسف بمجرد ما بتوصل الرسالة دي لميا بتلاقي إن ضرب النار اشتغل، وكان في واحد من رجالة تشوي واقف قدامها، وفجأة بيتخرم من كتر ضرب النار وبيموت في الحال. وطبعا بتترعب ميا وهي وتشارلي ومش بيبقوا عارفين يعملوا إيه، هل هيقدروا يهربوا ولا لأ؟ ده بقى هيبان كمان شوية. على الجانب التاني بقى بنشوف ظابط كده اسمه باتريك، وبيبقى حاليا في محل بيشتري منه هدية لبنته اللي اسمها إيمي، وبيشوف في الأخبار رجل الأعمال لورانس، وبيتقال إن المدعي العام بتاع المدينة خرجه براءة من كل قضايا الفساد اللي لورانس متهم بيها. وبعدها لورانس نفسه بيتكلم وبيقول إنه ناوي يرشح نفسه لمنصب عمدة المدينة. وبعد ما جاب باتريك الهدية لبنته بيخرج من المحل وبيتصل بمراته، وبنعرف من كلامهم إنهم منفصلين، وده لأن باتريك بيستغل سلطته وبيعمل صفقات فاسدة وبيجيب فلوس كتير جدا من سكك غير مشروعة، وده اللي خلى مراته تبعد عنه وغالبا هيتطلقوا قريب. وبيحاول باتريك يقنعها إنه يروح يدي الهدية دي لبنته، لكنها مش بترضى وبتقفل معاه. بعد كده بنشوف شرطية اسمها أيليا واللي بتبقى مساعدة باتريك، وكانت أيلا في عمارة بتقبض على شخص لأنه بيضرب مراته، بس باتريك لما بيشوف اللي هي عملته بيزعق لها لأن المفروض إنهم بيشتغلوا في قسم جرائم القتل، فالجرائم التافهة اللي زي دي ما تخصهمش في حاجة. وبياخدها باتريك وبيركبوا عربيتهم ويطلعوا في دورية تأمين، بس بتجيلهم إخبارية باللي حصل في مقر تشاوي، فبالتالي بيغيروا وجهتهم وبيروحوا على مقر العصابة. ولما بيوصلوا بيكتشفوا إن تشاوي وكل رجالته اتقتلوا، لكن ميا وتشارلي ما اتقتلوش. وبتجيب آيلا تسجيلات كاميرات المراقبة لوقت الحادثة، وبتظهر في الكاميرات ميا وتشارلي وهما بيحاولوا يهربوا، وبتكون ميا ماسكة مسدس، فبتخمن آيلا إنها جت تخلص صفقة مخدرات مع تشاوي، بس بدل ما تعمل كده حاولت هي وتشارلي يخلصوا عليه. لكن باتريك بيكون ليه رأي تاني خالص، وبيكون شايف إن مش ميا هي اللي عملت كده، لأن ميا واضح إن معاها مسدس صغير والناس هنا اتقتلوا باستخدام أسلحة تقيلة. وبيكون واضح إن باتريك يعرف تشارلي كويس لكنه مش بيقول أي حاجة لآيلا. وبيقف باتريك في المكان وبيغمض عينه، وفي اللحظة دي بيبدأ يتخيل الجريمة اللي حصلت وكأنه بيعمل لها محاكاة بالكامل في دماغه، بس بيقطع تفكيره محقق زميله بيجيله وبيعرفه إن هاز وجاك وفانج وكورتينيز كانوا في مطاردة، وكورتينيز اتضرب بالنار ودخل المستشفى وهو في حالة خطيرة، فبيزعل باتريك على صديقه. بعدها بيكون باتريك هيمشي من المكان، بس قبل ما يعمل كده واحدة من الضباط بتعرفه إن في واحد من حراس تشاوي هرب من المكان، وده واضح من آثار دمه اللي موجودة على الأرض.
وبعد ما بيعرف باتريك المعلومة دي بيطلب من أيلا إنها تحاول توصل للشخص اللي هرب ده وبيسيبها ويمشي. بعد كده بقى بيروح باتريك وبيقابل لورانس اللي اتكلمنا عنه من شوية، وبنعرف هنا إن باتريك بيشتغل مع لورانس شغل شمال وغير قانوني من زمان، لدرجة إن باتريك ابتز المدعي العام قبل كده، وعلشان كده أسقط كل التهم اللي على لورانس. بس المهم إن باتريك بيقول للورانس إنه لسه جاي من مقر عصابة تشاوي وشاف في الكاميرات إن ابنه تشارلي كان هناك، وواضح إنه متورط في قتل تشاوي، وبنعرف بكده إن تشارلي يبقى ابن لورانس. لكنهم مش بيتكلموا من زمان ومقاطعين بعض، فلورانس بيطلب من باتريك إنه يوصل لابنه بأي طريقة ويحميه من عصابة تشوي لأنهم أكيد هينتقموا منه. بس في الوقت ده بيقول له باتريك إنه عاوز يبقى شخص نضيف ومش عاوز يشتغل شغل شمال تاني، وبيقول له إنه هيتصرف بس دي هتكون آخر مهمة بينهم. فبيوافق لورانس وبيتفقوا على كده وبيسيبوا باتريك وبيمشي. وفي الوقت ده بنشوف إن كلارنس واللي تبقى أم تشوي بتشوف جثة ابنها وطبعا بتكون زعلانة جدا. بعد كده بتروح لتشانج وبتقتل كل الحراس اللي كانوا معاه لأنهم فشلوا يحموا ابنها، وبتسأله مين اللي قتل تشاوي، فبيقول لها إن اللي قتله هو تشارلي وميا. وطبعا بيقول لها كده علشان كلارنس ما تعرفش إنه متورط في أي حاجة، فبتأمره كلارنس إنه يتعاون مع عصابتها ويوصل لميا وتشارلي ويخلص عليهم وإلا هتخلص عليه هو بنفسها. وبعدها بنشوف باتريك بيخطط إزاي هيوصل لتشارلي، وأول حاجة بيعملها إنه يروح لدكتور سيني بيبقى بيشتغل مع العصابات بشكل غير قانوني، وحاليا الدكتور ده بيعالج الحارس اللي هرب من مقر تشاوي وقت الهجوم. المهم إن باتريك بيقتحم المكان وبيثبت الحارس ده وبيسأله مين اللي قتل تشوي وعصابته، فبيقوله الحارس إن اللي عملوا كده 3 أشخاص كانوا لابسين أقنعة هوكي، وبيعرفوا إن تشارلي وميا ما عملوش أي حاجة. وبكده باتريك بيكون اتأكد من تخميناته فبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح باتريك للمستشفى اللي فيها كورتينيز وبيقابل أصحابه التلاتة، وبيكونوا متضايقين لأن كلهم بيشتغلوا شغل شمال مع لورانس، ومع ذلك تشارلي ابنه كان سبب في إن كورتينيز يدخل في غيبوبة. وحاليا بيقولوا إنهم عايزين يقتلوا تشارلي بأي طريقة، بس باتريك بيعرفهم إن ده مش هيحصل وبيسيب باتريك المكان وبيمشي. وبيدخل يزور صاحبه كورتينيز وبيقابل إنجي مراته واللي بتقعد تتكلم معاه وهي بتعيط وبتسأله عن طبيعة شغل جوزها، وده لأنه وهي قاعدة جنبه كان كورتينيز عمال يخرف وبيقول إنهم كانوا بيشتغلوا شغل مش قانوني وقتلوا شخص قبل كده. فبيقول لها باتريك إن الكلام ده مش حقيقي، بس بيبدأ باتريك يفتكر ذكريات الماضي، وبنشوف إن في مرة كان باتريك متجمع مع أصحابه الأربعة وكانوا في مخزن بيسرقوا منه مخدرات وسلاح لصالح لورانس، لكنهم اتفاجئوا بضابط متخفي في المكان فبسرعة ضربوا باتريك وبيقع الضابط ده مصاب. بس لما عرف باتريك إنه ضابط زميلهم كان عاوز ينقله للمستشفى، بس فينيس رفض وقتله فورا وبعدها بيتخلصوا من الجثة. وأيوة كورتينيز ما كانش بيخرف ولا حاجة وكل ده حصل فعلا. المهم بنرجع للوقت الحالي وبيروح باتريك لشغله في القسم، وساعتها بتيجي مديرته في الشغل وبتعرفه إنها عرفت إن تشارلي كان من ضمن الناس المتورطين في قتل تشوي، وإن باتريك بيداري عليه علشان تشارلي ابن لورانس اللي بيشتغل معاه، وبتزعق له وبتطلب منه يسيب القضية دي نهائيا، فبيوافق باتريك وبيسيب المكان وبيمشي. وبعدها بنشوف لورانس كان راكب عربيته ومعاه المساعدة بتاعته، والمفروض إنهم كانوا رايحين مشوار بس مش بيلحقوا يروحوا في حتة لأن بيطلع عليهم عصابة كلارنس وبدون أي مقدمات بيقتلوا كل اللي مع لورانس بعدها بيخطفوه. وبنرجع تاني لميا وتشارلي ووز وجوني، وبيكونوا حاليا في ورشة بتاعت شخص اسمه راؤول واللي يبقى عم ميا، وبنعرف إن راؤول بيقدر يزور أي ورق ممكن تتخيله، فبيتفق مع ميا إنه هيزور لها هي وأصحابها جوازات سفر علشان يهربوا بيها بره البلد، وإنه هيقابلها في وقت معين ويديها الجوازات دي، فبتوافق ميا وبيمشوا من المكان. بس بمجرد ما بيمشوا بيوصل باتريك عند راؤول وبيثبته وبيعرف منه كل حاجة تخص الاتفاق، فبياخد هو الورق ده من راؤول وبياخد تليفونه كمان علشان يقدر يتواصل مع ميا ويقابلها بنفسه بحيث يعرف يوصل لتشارلي. وفعلا بيبعت باتريك لميا على أساس إنه راؤول، وبيتفق معاها إنهم يتقابلوا في نادي ليلي علشان يديها الجوازات. في نفس الوقت ده بنشوف إن وز الخاين بيروح لكلارنس وتشينج وبيعرفهم إنه هيسلمهم ميا وتشارلي في مقابل إن محدش يعمل له حاجة. بعد فترة مش طويلة بيروح باتريك على البار اللي اتفق مع ميا إنهم يتقابلوا فيه، وفعلا بيقابلها وأول ما بتشوفه بتعرف إنه شرطي بتقرر تهرب بسرعة، بس باتريك بيمسكها وبيعرفها إنه شرطي لكنه شغال لصالح لورانس وجاي علشان يحميها هي وتشارلي، وبيسألها عن مكان تشارلي لكنها بترفض تقوله أي حاجة. بس بعد شوية بيوصل للمكان فينيس وهيز وجيك، وبنعرف إنهم كانوا بيراقبوا باتريك وعاوزين يوصلوا لميا وتشارلي. بس ميا أول ما بتشوفهم بتتصدم وبتقول لباتريك إن دول هما اللي هجموا على تشوي وعصابته وصفوهم وسرقوا المخدرات اللي كانت معاهم، بس كانوا متنكرين بماسكات. وهما بيوصلوا لباتريك وبيطلبوا منه يسلمهم ميا لكنه بيرفض، فالموضوع بيكون هيتطور ويتعاركوا سوا. بس قبل ده ما يحصل بيتفاجئوا إن ويز بيوصل مع رجالة كلارنس وبتبدأ بينهم المعركة، وبيبقى العصابة والضباط كلهم عاوزين يقتلوا ميا وفي نفس الوقت يقتلوا بعض. أما باتريك فكان بيدافع عن ميا وبيضرب أي حد قدامه سواء من الضباط صحابه أو من عصابة كلارين، وبيحاول ياخدها ويهرب من المكان. ووسط كل ده بيموت الضابط هيز.
بس لحسن الحظ بيوصل تشارلي وراؤول وجوني للمكان وبيضربوا نار على الكل وبيساعدوا باتريك وميا إنهم يهربوا. لكن للأسف في المعركة الشرسة والمجنونة دي بتموت جوني وبعدها بيتصاب راؤول وبيموت هو كمان، وبتكون ميا هتتجنن على عمها ومش عاوزة تسيبه وتمشي. بس تشارلي وباتريك بياخدوها ويهربوا وبيروحوا للعربية وبيركبوها ويهربوا فورا من المكان. وقبل ما يهربوا كان تشارلي شاف ويز صديقه مع عصابة كلارنس وطبعا كان مصدوم لأنه خانهم، لكنه مقدرش يعمل أي حاجة وهربوا بسرعة من المكان. أما بقى ويز فبتجيله مساعدة كلارنس وبتقتله بما إن دوره انتهى وما بقاش ليه فايدة بالنسبة لهم. وبعد كده بيخرجوا فينيس وجيك وبيعملوا نفسهم إنهم من ضمن الضباط اللي جايين علشان يحققوا في اللي حصل، وبتوصل كمان أيلا مع باقي الضباط للمكان. بس في الوقت ده باتريك بيتصل بأيلا وبيعرفها كل حاجة هو وصلها، بيعرفها إن هاز وجيك وفينيس وكورتينيز كانوا بيطاردوا ميا وتشارلي وويز وجوني علشان يسرقوا منهم المخدرات. لكن طبعا قدروا ميا واللي معاها يهربوا، ووقتها ودوا المخدرات دي لتشوي، وساعتها تشينج كان متفق مع الضباط يروحوا يسرقوا المخدرات ويخلصوا على تشوي وعصابته زي ما حصل. وعلشان كده حاليا بيحاولوا يقتلوا ميا لأنها شاهدة عليهم في كل اللي عملوه. وبيعرفها كمان باتريك إنه متأكد إن كورتينيز ما كانش متورط معاهم وبالتالي لازم تروح للمستشفى تحميه. بعد كده بقى بنشوف تشينج بيوصل للمستشفى اللي فيها كورتينيز وبيتصل فينيس عليه وبيتخانق معاه لأنه لسه ما باعش المخدرات اللي سرقوها. فبيعرفوا تشينج إنه هيجيب مشتري قريب جدا وبيقفل معاه. بعدها بيروح تشينج لغرفة كورتينيز وبيقتل ضابط كان هناك وبيدخل علشان يقتل كورتينيز، بس بتيجي آيلا وبتبدأ تتعارك معاه. لكن للأسف تشينج بيقتل كمان إنجي مرات كورتينيز، وبعدها بتقدر آيلا تقبض عليه وبتخليه يتصل على فينيس وجي ويتفق معاهم يتقابلوا في مكان كده على أساس إنهم هيبيعوا المخدرات. بس الحقيقة بقى إن آيلا بتكون موجودة وبتثبت فينيس وجيك وبتقبض عليهم. وفي الوقت ده بيوصل باتريك مع ميا وتشارلي لكوخ كده ويستخبوا فيه، وبيتصل باتريك على لورانس واللي كان أصلا قاعد مع كلارنس لأنها خطفته وكان موبايله معاها، وبيتكلم باتريك وبيعرفه مكان ابنه علشان يجي ياخده. بس للأسف بتعرف كلارنس المكان وبتاخد عصابتها وبتروح على هناك علشان تقتل باتريك وميا وتشارلي. وبمجرد ما بتوصل للمكان على طول بيبدأوا رجالتها يضربوا نار على الكوخ، وطبعا باتريك وميا وتشارلي بدورهم هما كمان بيردوا الضرب ده عليهم. وبيقدر باتريك واللي معاه يقتلوا ناس كتير من رجالة كلارنس، بس الكترة بتغلب الشجاعة وبالتالي بيقدروا رجالة كلارنس يتغلبوا على ميا وتشارلي وبيقبضوا عليهم. أما باتريك فبيدخل في معركة كبيرة مع مساعدة كلارنس القوية وبيقدر في الآخر إنه يخلص عليها. بس بعدها بتاخد كلارنس ميا وتشارلي قدام لورانس وبتأمره إن يقتل ميا قدام ابنه تشارلي علشان يحرق قلبه عليها، وبيكون لورانس الصراحة مش عاوز يعمل كده ومتردد. بس لحسن الحظ إن آيلا بتوصل للمكان وهي مثبتة فينيس وجيك وتشينج وبتعرف كلارنس إن دول السبب في قتل ابنها. وطبعا بتتصدم كلارنس لما بتعرف إن تشينج خاين، بس هو بيقول لها إنه عمل كده وخان تشوي لأن شخصيته ضعيفة وما ينفعش يبقى زعيم عليه. وطبعا بتتجنن كلارنس من اللي بتسمعه ده. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيقدر جيك وفينيس يبعدوا عن آيلا وبياخد جيك سلاح وبيكون هيقتل تشارلي، بس بيروح لورانس قدام تشارلي وبياخد الطلقة مكانه وبيموت في مشهد حزين. وفي اللحظة دي بقى بتنتشر الفوضى في المكان كله، وكمان بيقدر تشينج إنه ياخد السلاح وبيضرب كلارنس وبيقتلها، وبيبقى كل الموجودين بيضربوا نار على بعض. وبيحاول تشينج إنه يقتل فينيس علشان ياخد المخدرات لنفسه، لكن فينيس بيقدر هو يقتل تشينج وبياخد المخدرات وبيهرب من المكان. وبتفضل بقى آيلا وجيك يضربوا نار على بعض وبيكون جيك هيقتل آيلا، بس لحسن الحظ تشارلي بياخد سلاح وبيقتل جيك. أما باتريك فبيفضل يجري ورا فينيس لحد ما بيوصله وبيضربه بالنار ويخلص عليه. وبعدها مش بترضى آيلا تقبض على تشارلي وميا وبتسيبهم يهربوا، وبتروح لباتريك وتسأله هيعمل إيه، فبيعرفها إنه زهق من الأعمال الغير قانونية وعاوز ياخد جزاءه على كل اللي عمله، وبالتالي لازم تقبض عليه وتسلمه للشرطة وهو هيعترف بكل حاجة عملها. وفعلا بتوافق آيلا وبتقبض عليه، وبيكون باتريك عارف إنه هيتحبس سنين طويلة لكنه ما بيكونش خايف وشايف إنه يستاهل العقاب. وبس كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات وتعمل لايك واشتراك لو لسه ما اشتركتش وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.